هو الاهلي صاعد صاعد، يعني الاهلي صاعد صاعد، بس كون ان انا اخرج شبيبه القبائل من البطوله على ملعبه دي حاجه تقهر. يعني دي حاجه تشل اصلا والله العظيم لاي جزائري. المعلق الرياضي بيقول لك الاهلي لم يفز على الملاعب الجزائريه من 2005، يعني ما هو ده لسه مطلع لك الشبيبه، انت مش لاقي حاجه تقولها. انت مش لاقي حاجه تقولها. وبعدين هو الماتش النهارده ليه كلمه واحده بس او كلمتين، مصطفى شوبير بس. مصطفى شوبير حارس النادي الاهلي وحش. اقسم بالله وحش. مصطفى شوبير وحش. انت بتحب ابوه، بتكره ابوه، مختلف مع ابوه، ايا كان اللي انت عايز تقوله، حتى لو انت بتقبلش ابوه. بس مصطفى شوبير، يعني انا اسف، يعني باربعه خمسه حراس من مصر لوحده بطوله كده، بسم الله ما شاء الله عليه، خمسه عليه نمسك الخشب عشان والله بجد حارس بسم الله ما شاء الله. كان بيحارب النهارده في الماتش، وثبات ولياقه ولعب، وبسم الله ما شاء الله. ماتش النهارده ده تحت اسم مصطفى شوبير. وهارد لك لاخواتنا الجزائريين ان الاهلي خرجهم على ملعبهم. معلش معلش، الاهلي طلع دور الثمانيه، وان شاء الله باذن الله يوصل النهائي، عشان انا ما بلعبش بطوله افريقيا، انا بلعب في الكونفدراليه، فان شاء الله باذن الله النادي الاهلي هياخدها ان شاء الله. هو الاهلي محتاج حد يساعده في حاجه عشان ياخد الدوري؟ يعني هل النادي الاهلي بجبروته بلاعيبته بفرقته بجمهوره بادارته مستني حد من اتحاد الكوره او من لجنه المسابقات عشان يكسبوا الدوري؟ ما هو الكلام اللي انا هقوله دلوقتي ليه تفسير واحد من اتنين: يا اما الاهلي بيتجامل، يا اما اتحاد الكوره بيقول لنا الاهلي راجل عليكم، حاجه من الاتنين. والحالتين وحشه في الزمالك، او الحالتين وحشه علينا احنا كزملكاويه، لان احنا اصلا مش ناقصين. ما هو انا الزمالك عنده ماتش مع زيسكو يوم الاحد، يوم الاثنين هيركب الطياره ويجي. لما اجي اقول لك انا كنادي الزمالك اجل لي مباراه سموحه عشان انا هلعب يوم الاحد اللي بعد منها وما ينفعش اريح يومين بس، فانت تروح جايب المباراه اللي يوم الخميس يوم الاربع، يعني انا هتدرب يوم واحد يوم الثلاث وهلعب يوم الاربع، يبقى انت بتظلمني. يبقى انت عايز سموحه تقلوظني، يبقى انت عايز سموحه تغلبني والاهلي يطلع في الجدول الترتيب. ده حاجه من الحاجات. تاني حاجه، انا دلوقتي عندي ماتش مع كايزر اللي هو يوم الاحد اللي بعد بكره ده الاسبوع اللي جاي على استاد القاهره الدولي، تمام؟ والنادي الاهلي عنده ماتش مع الجيش الملكي في استاد السلام. فلما تيجي انت كاتحاد كوره او كلجنه مسابقات تاخد النادي الاهلي من استاد السلام توديه استاد القاهره، وتاخد الزمالك من استاد القاهره توديه استاد السلام، يبقى هو راجل عليا. ما فيهاش حل تاني. كده انت بتقول لي رسمي فهمي رسمي ان الاهلي انتوا بتخافوا من جمهور النادي الاهلي او بتخافوا من مجلس اداره النادي الاهلي. انا عمري في حياتي ما كنت مع نظريه المؤامره، وطول عمري وانا معروف. بس اللي بيحصل دلوقتي حرام. انا عندي ماتش يوم الاحد وماتش يوم الخميس وماتش يوم الاحد، والبعثه اصلا هتيجي من بره يوم الاثنين. يعني انا هلعب يوم الاحد، هاجي من السفر يوم الاثنين، بقول لك اجل لي ماتش يوم الخميس عشان انا هلعب يوم الاحد في الكونفدراليه، رحت انت مخلي الماتش بدل الخميس الاربع. تعالى لي بقى، ده انا هخلي سموحه يقلوظك. سموحه لسه غالب بيراميدز، هخليه يقلوظك انت كمان عشان تبقى انت اقل في النقط بنقطتين من النادي الاهلي، فالزمالك يخسر فالاهلي يبقى مركز تاني والزمالك مركز رابع. هو ده اللي انا شايفه. لو انت شايف حاجه تانية قول لي في الكومنتات، انا مش فاهم ازاي يا جماعه والله العظيم بجد اللي بيحصل ده. طب وليه؟ يعني حتى الزمالك من جوه خربان. ده كابتن حسين لبيب سلم النادي تسليم اهالي، جاب شركه مسكت النادي وتدير قطاع كره القدم كله فيه بدون مقابل ببلاش. اي حاجه هتحصل تبقى ببلاش. يعني انا مش عارف الزمالك هيروح فين اكتر من كده. ويجي اتحاد الكوره ولجنه المسابقات يقول لك لا ده الزمالك بدل ما هيلعب يوم الخميس يلعب يوم الاربع. يا عم انا كده هريح يوم. يا عم البعثه جايه يوم الاثنين اصلا، احنا هنلعب يوم الاحد، هتيجي يوم الاثنين اتدرب الثلاث والعب الاربع. ده انا بقول لك اجله، تروح انت مبدره يوم. يعني انا مش عايز، انا اصلا بقول لك يومين مش مكفيني، تروح انت مخليها يوم واحد. طب ازاي وفي مصلحه مين؟